السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وبعود الأيام على حضراتكم وعلى أسركم بالخير يا رب. وربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم دايما يا رب. ان شاء الله هقدم لكم النهاردة طريقة عمل بسكوت البرتقال بتاع العيد. ده بسكوت البرتقال مش بسكوت النشادر، تمام؟ العجينة بتاعة المكنة، مش بتاعة كيس الحلواني. ازاي يخليكم تقدروا تعملوه في البيت من اول مرة ويطلع معاكم مظبوط بنفس المستوى ده، ويكون مقرمش ويكون معاييره مظبوطة وتفرحوا بيه. وفي نفس الوقت ازاي ان انتوا تشيلوه او تخزنوه، علشان خاطر هو لما بياخد هوا بيجيله زي رطوبة كده او طعمه بيتغير. ازاي مع بعض هنعرف نعمل كل ده في الفيديو، تمام؟ طبعا انا عملت بسكوت البرتقال ده مش بسكوت النشادر. بسكوت النشادر ان شاء الله اقدمه لكم في فيديو تاني، لان انا عندي هنا في البيت بيحبوا بسكوت البرتقال. اقول لكم كل حاجة بس بعد ما قدمت القناة لمدة 30 ثانية. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله، علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا وحاجتنا تطلع حلوه وكويسه ويكون فيها بركه وخير ربنا. هنغسل الصاجات اللي هنشتغل فيها كويس قوي وهنجففها علشان ما تصديش، ومش هندهنها اي ماده دهنيه. هناخد على طول من المكنه على الصاج، تمام؟ هنبتدي نغسل الصاج ونجففه، وبعد كده نحضر المقادير بتاعتي لتحضير 2 كيلو دقيق من بسكوت البرتقال اللوكس. الدقيق بتاعي دقيق فاخر استخراج 72% متعدد الاستخدامات. لازم ده يكون مكتوب يا اما على الواجهه يا اما على الخلفيه، لازم اتاكد منه كده. ما تروحيش تجيبي الدقيق ابو كرتونه حتى لو اغلى، ما تروحيش تجيبي الدقيق اللي هو الضحى اللي اعتقادا منك ان هو اغلى هيطلع لك حاجه احسن، لا هيعمل خلل في العجينه. ده الدقيق المظبوط حتى لو الاسم واللون مختلف. عندي هنا كوبايه ونص من السمنه بدرجه حراره الغرفه، وعندي كوبايتين من السكر مضروبين بودره ناعم جدا. دي معايير المكنه، والمكنه جاهزه ومغسوله، تمام؟ عندي هنا معلقه من جوز الهند ومعلقه صغيره من بشر البرتقال، تمام، عشان تديني ريحه وطعم. وعندي هنا 6 بيضات عشان انا هستخدم 2، لو هستخدم كيلو هحط 3 على الكيلو. وعندي معلقتين سمسم ني، وعندي كيس بيكنج باودر كوكس مش ماركة تانية لان بيفرق في الطعم، تمام؟ وعندي هنا 2 فانيليا، الكيلو بياخد كيس فانيليا، تمام؟ والكيس البيكنج باودر بيرفع 2 كيلو دقيق، فلو هاخد كيلو هستخدم نص كيس بيكنج باودر اللي هو معلقه شاي صغيره، نص كوبايه من الزيت، وعندي كوبايه من عصير البرتقال الفريش. ولو مش موجود برتقال فريش هجيب كيس تانج وادوبه واخد منه كوبايه، بس ما تحطيش عصير التانك باودر، تمام؟ وعندي المضرب بتاعي جاهز ومستني علشان اشتغل بيه، تمام؟ وادي هنا معايا المعايير المظبوطه، ارجو الالتزام بالمعايير. دي عجينه المكنه مش كيس الحلواني، عشان بلاقي ناس عماله تسالني في التعليقات تقول لي ده كيس الحلواني. اظن الفيديو واضح وانا ببقى لك كل معلومه باستفاضه، تمام؟ اجيب اول حاجه السكر بتاعي، كوبايتين من السكر مضروبين ناعم جدا وعليهم السمنه، ونبتدي فقره الدوشه. انا بسمي دي فقره الدوشه لان هي بتبقى فتره بهدله وعماله تبهدلني وتنطور السمنه والسكر، فبحط السكر تحت فوق منه السمنه عشان اقلل النطوره وكده واعرف اصور. طبعا هفضل اطحنهم، يعني اضربهم قصدي بالمضرب كويس جدا لحد ما يعملوا معايا اللي هو ايه، يبقوا كريمي معايا كده وفاتحين. طبعا كل ما اضرب هما لونهم هيفتحوا ويتحولوا للون الكريمي. طبعا لو انا حطيت السكر مش مضروب كويس او كان مخرز، طبعا البسكوتة هتبقى مخروشه كده ومخرزه، فلازم الحاجه تبقى مظبوطه من البدايه عشان العجينه تمشي معايا في الاخر تكون كويسه، فمحدش يتعامل مع الموضوع باهمال، تمام؟ هنفضل نضرب السكر البودره كويس، وهنفضل نضرب. طبعا انت لو هتعملي كيلو هتحطي كوبايه سكر بودره واحده، تمام؟ احنا حاطين 2 عشان هما 2 كيلو، تمام؟ ولو هتعملي كيلو هتحطي كوباية الا ربع سمنة مع ربع كوباية زيت. احنا حاطين كوباية ونص كوباية زيت مع كوبايتين علشان خاطر احنا عاملين 2 كيلو. انا ضربتهم كويس بقوا كريمة، تمام؟ وصلوا معايا للقوام اللي انتوا شايفينه. هبتدي انزل بنص كوباية الزيت اللي معايا. وطبعا في دقيق عن دقيق بيختلف، يعني ممكن وانا شغاله احتاج اخد سوائل تاني او احتاج ان انا احط دقيق او ماده دهنيه. طبعا الدقيق بتاعي غير الدقيق بتاعك، ده على حسب الشغل وقتها. انت حاجه بتميزيها كده بالنظره بتاعتك،
تمام. هافضل بقى أضرب تاني علشان أدخّل له هوا واخلّيه يبقى إيه، يعمل volume وfoam كده ويبقى كريمي معايا أكتر. تمام. أنا ما فصلتش خالص التصوير وما فصلتش خالص الخطوة دي، لأن الخطوة دي هي اللي بترتب عليها بعد كده نجاح العجينة أو نجاح البسكويت. تمام. طبعا ده بسكوت البرتقال فما بيتحطش عليه نشادر خالص. هفضل اضرب فيه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يعمل الفوليوم بتاعه، ولو المضرب بتاعي تعب اريحه شوية وبعدين ارجع اكمل تاني لحد ما اوصل للمستوى اللي انا عايزاه. تمام. اهو كنت بريح المضرب شوية وبرجع ان انا ايه اشتغل تاني، يعني دقيقة كده يريح وبعدين ارجع اشتغل تاني. تمام. في المرحلة دي هكون جبت البيض بتاعي وابتدي انزل بيه بيضة بيضة، انزل ببيضة تتقلب تختفي انزل باللي وراه، انزل ببيضة تختفي انزل باللي وراه لحد ما اخلص كل كمية البيض اللي معايا. بعد ما خلصت بقى اللي هما يعني كمية البيض اللي معايا اللي هما كانوا 6 بيضات، ابتدي ان انا احط الفانيليا بتاعتي علشان خاطر إيه، ممكن احطها على البيض وهو نازل وممكن احطها عادي كده، مش يعني في الحالتين هتدي نفس النتيجة. تمام. وانتوا شايفين العجينة بقت سايلة معايا وجواها فوليوم ونفخت كده وارتفعت. تمام. بصوا شوفوا على المضرب عاملة ازاي، هو ده القوام المظبوط. طبعا وانا شغالة اريح برضو المضرب من وقت للتاني علشان خاطر ما يبص مني. دلوقتي هنزل بعصير البرتقال بتاعي وهبتدي ان انا اكمل ضرب عشان ادوب كله كويس. طبعا لو انت عندك ميكسر او عجان هتشتغلي بالميكسر او العجان وهو هيكون افضل وهيديكي نتيجة احسن، بس انا بحاول ان انا ابسط الامور للناس البسيطة اللي ما عندهاش امكانيات، لان وارد حد ما يكونش عنده امكانيات وعنده امكانيات بسيطة فيمكن عايز يعمل الحاجة وتطلع مستواها كويس بالامكانيات البسيطة اللي عنده. تمام. هنا ضفت الفانيليا بتاعتي وهجيب بشر البرتقال البسيط مع جوز الهند وهحطهم. طبعا هما هنا بيدوني طعم وريحة في البسكوت وبتفرق، لو جربتوا الخطوة دي هتحسوا باللي انا عايزة اقوله. وهنا حطيت السمسم، مش كل الناس بتحط سمسم على البسكوت بس انا بحب احط سمسم لان هو بيديني طعم حلو فيه. وهنا بفضي كيس البيكنج باودر، وخلوا بالكم لو عملتوا كيلو هتحطوا نص كمية كيس البيكنج باودر. تمام. وهبتدي ان انا اضربه كويس. تمام. لان انا كده خلاص يعتبر خلصت كل المكونات، والخطوة اللي فاضلة ان انا هضيف الدقيق على الخليط بتاعي وابتدي ان انا امزجهم بقى كويس قوي. تمام. فهفضل اقلبهم كويس قوي 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 لحد ما احس خلاص ان هم تمام، كل حاجه اتجانست مع بعضها وصلوا للقوام تمام اللي انا هو ده اللي انا محتاجاه. تمام. شايفين القوام اللي انا محتاجاه عامل ازاي. تمام. بس كده اكون انا خلصت، ابتدي اجيب الدقيق بتاعي وابتدي ان انا افضيه. تمام. احط عليه سيكه كده صغيره او ذره كده من الملح سنه كده. تمام. وابتدي انزل بالخليط بتاعي فوق الدقيق. بصوا ريحته كأنه كيكة برتقال، يعني كأن العجين يعني هو طبعا عشان بالبرتقال فريحته كيكة برتقال، ريحته حلوة جدا. ماشي. هبتدي ان انا اقلبه كده بأي حاجة، يعني اي حاجة معدن كده اللي هو ادخل الدقيق كده في اللي هو ده اللي انا عاملاه، عشان انا مش عارفه وانا بسجل يجي لي الزمهمر والكلام يقع مني وما اعرفش مش عارفه ببقى زي البربند، واول ما اجي اسجل اتلخم واتلجلج والكلام يقع مني واتوتر مش عارفه ليه. معلش سامحوني بقى اقلب بقى، انتوا فاهمين اللي انا عايزه اقوله، يعني انا هقول وانتوا خدوا بقى مني وافهموني من غير ما انا، عشان الموضوع بيبقى صعب عليا معلش. ماشي. ابتدي بقى ادخل ايدي في المرحله دي وابتدي اعجن بايدي. تمام. انا شغاله في العجينه وكده حسيت ان العجينه ناشفه شويه وان هي بتشقق شويه. تمام. طبعا ما دام بتشقق او فيها تشققه خفيفه دي ما فيهاش مجازفه، لا هروح حاطه لها ماده دهنيه، فانا زودت كمان نص كوب من الزيت. ماشي. ممكن تزودي نص كوب من الزيت، ممكن تزودي ربع كوب على حسب العجينه بتاعتك، يعني انت بتقعدي تزودي، ما احتاجتش خلاص ما تزوديش، انا عجينتي حسيت ان هي احتاجت. اوكي. انت ممكن تزودي نص معلقه سمنه مثلا مع ربع زيت اللي هو على حسب ما انت. تمام. اوكي. فانا فضلت يعني زودت نص كوبايه زيت كمان لحد ما العجينه بقت معايا بصوا زي الملبن كده خلاص. بعملها تمام كويسه معايا. تمام. لو هي مشققه هيطلع البسكوت مشقق منك وهيتكسر ويفصل منك على المكنه.
ماشي. فما تجازفيش تقولي تمام وخلاص. هنا عندي الصاج بتاعي جبته، وبدأت ان انا ايه اشكل. بصوا الفورمة طالعة مظبوطة، يعني الفورمة طالعة واضح ان هي مظبوطة. ماشي. ورصيت في الصاج، سبت المسافات وكده علشان اشوف مثلا هينفش قد ايه، هيكبر قد ايه، فاديته المساحة بتاعته. ده كان اول صاج طلع معايا، وانا ايه هشوف بقى من خلاله لو نفش او كده هسيب مساحة واسعة، لو نفش خلاص تمام هبقى ضيق المساحة. هنا عندي بوريكم المكنة شغالة والعجينة طالعة منها، النقشة زي ما هي ثابتة اهي. ماشي. يعني معنى كده ان العجينه مظبوطه، وعشان العجينه مظبوطه تقدري تعملي اي شكل انت عايزاه، لان الشكل هيطلع مظبوط زي ما هو. وعشان هو الصاج الاولاني ما نفشش، فانا ضيقت هنا المساحات. بصوا ضيقت اهو، واستغليت بقى الصاج كويس وكده. الصاج مش مدهون اي ماده دهنيه، لان هو واخد كفايته، العجينه واخده كفايتها من الماده الدهنيه. وزي ما انتم شايفين اهي المكنه تمام، العجينه طالعه منها كويس. ده الصاج التاني. ماشي. وانا بقرب لكم، بصوا انا مضيقه ازاي. خلاص، عشان عارفه ان هي طلعت زي ما دخلت زي ما طلعت ثابته، ما حصلش فيها اي تشينج. تمام. وهوريكم برضو الصاج الاولاني دخلته الفرن اهو. مش هو بيستوي اهو تمام، هو دلوقتي بيستوي. بصوا ما نفش، ما خدش مساحه، زي ما هو محافظ على شكله. طبعا عجينه البسكوت ما تخمرش، يعني بنعملها بنشتغل فيها على طول. انا غيرت هنا الرسمه، وريتكم برضو ان انا عملت رسمه تانية. عرضت بقى شكل البسكوت وعملت الرسمه التانية اللي هي الكبيره والرسمه التقليديه. وده برضو اللي هي ايه الصاج الاولاني ده استوى وطلع معايا. اما بيطلع معاكي بيطلع يعني فاتح شويه، ما تطلعوش محمر. ليه؟ لما بيهدى لونه بيغمق، فانت لو استنيتي ان هو يغمق فهيطلع على غمقان. ماشي. فهو لونه تبحسي لا مبيض عايز يحمر شويه، لا لما يهدى هوريكي لونه، انه لونه هدي وبقى برتقاني ولونه ظبط معاكي تمام. هو هنا لما هدي اهو بصوا لونه اصفر. لما هدي وخد حرارته، ما تشيليش البسكوته وهي لسه سخنه هتتكسر، لا سيبيها تبرد عشان تفصل من الصاج، بتبقى لازقه في الصاج. بصوا الخرفشه بتاعتها، بصوا الخروشه والخرفشه بتاعت البسكوته. البسكوته بتتكلم على نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عليها. عجينه مظبوطه 100%. بصوا حاجه مانجا مانجا مانجا، مفيش بعد كده. بصوا حاجه جميله. هكسر لكم دلوقتي واحده. بصوا صوت الكسره والخروشه، بس أنا عشان بس صوت الكسره والخروشه شيلته، بس هي يعني انا سامعاها. ماشي. هبتدي دلوقتي بقى ان انا ايه ابتدي اكمل. ده كمان غيرت الرسمه علشان برضو ايه اشكل في الرسومات، عشان لما بيبقى متشكل الرسومات كتير، في عندي حد بيحب الرسمه دي، في عندي حد بيحب الرسمه دي، فارضي جميع الاذواق. هنا بقى بعد ما نزلته علشان خاطر اشيله، بوريكم شكله ان هو لما هدي لونه اتظبط وبقى كويس، ما بقاش زي ما هو كان في الاول طالع. هنا دي الصينيه بتاعتي الكبيره، بحط عليها بقى البسكوت بقى عشان يبرد يتهوى، وبعد كده ببتدي ان انا اعبيه علشان ما ياخدش رطوبه. اهو ده شكله. وهنا دي برضو لما اوريكم الرسمه اللي انا كنت عاملاها بعد ما استوت وطلعت. طبعا هي لسه طالعه تمام، والفرن بقى كان خد درجه حرارته. فالفرن لما بياخد درجه حرارته بيظبط معايا الشكل. وهنا دي الرسمه التالتة اللي انا كنت عاملاها، بوريكم برضو شكلها بعد ما استوت. اهو بصوا شكلها، البسكوته بقى لونها ذهبي. هنا كل كمية البسكوت طلعت معايا، ودي كمية ال2 كيلو بسكوت. ده الشكل النهائي ليها. طبعا بسيبها تهدى كده وترتاح ساعة وتبرد خالص، وبعد كده ببتدي ان انا اشيلها بقى علشان ما ياخدش رطوبة، ويبقى انه محافظ على الخشونة والخروشة والطعم بتاعه. بس بوريكم يعني الكمية اللي طلعت منه كلها بالاشكال بتاعته كلها. هنا بجيب كرتونة وبحط فيها كيس نضيف يكون بيكفي الكمية اللي عندي كلها، علشان اقفل الكيس عليه كويس والكرتونة ما ياخدلوش هوا. افتح الكيس اخد اللي انا عاوزاه ارجع تاني. الباقي لو بقى منه يعني مسكوش في الهوا عشان بيطرى كده وبيبوش تمام. اروح مرجعه تاني الكيس وقافله عليه. طول ما انا محافظه عليه يقعد معايا، ممكن يقعد معايا شهر شهرين، ما ياخدش رطوبه ويبقى حلو معايا وطعمه مظبوط، زي ما يكون لسه خبزاه دلوقتي او عاملاه دلوقتي، ومحافظ على الخروشه ومحافظ على طعم. ماشي. هنا بعد ما رصيت كل الكميه بتاعتي وحطيتها اهو في الكرتونه بتاعتي واقفل عليها كويس. بصوا ده شكله وباين الاشكال بتاعته بعد بقى ما هادي وحرارته مشيت. بصوا شكله حلو وشكله مظبوط، وعامل زي اللي بيكون موجود في المحلات السوبر اللوكس الفاخر.
مفيش احلى من كده. من اول مرة تلاقي عجينة مظبوطة وطعم مظبوط. هو شكله بيتكلم عن نفسه. ودلوقتي ابتدي اقفل عليه كويس جدا، ماشي، واخد منه على قد الكمية اطلعها، والباقي اشيله واستخدمه. اهم حاجة في البسكوت شكله، طعمه، وان هو ما ينفش ويبقى شكله بايظ، وان احنا نحافظ عليه في الكيس. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة، وشكرا لمتابعة حضراتكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد ممكن. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وأقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.